السلام عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وهاد المره هذه غير بزوج ديال البيضات. غادي نحضروا واحد الميني كيك كيجيو سهلين ورائعين في المذاق. غنحضروهم بالذوق ديال القهوه والشوكولات، كيجيو رائعين بزاف. انا متاكده ان هاد الميني كيك هادو غادي يعجبوكم ان شاء الله، وغيعجبوا حتى وليداتكم، لان كنعرفوا ان الوليدات كيبغيو شوكولا بزاف. فقط تابعوا معايا الفيديو للاخير باش نتعرفوا على المقادير وايضا طريقه التحضير. وعلى بركه الله غادي نبداو. هنا خديت البول، غادي ننزل فيه هكا جوج ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. دائما تفاداو ان البيض يكون بارد باش هكا كيطلع لكم الكيك ديالكم. غادي نضيف له نص كاس ديال السكر ونخلطهم بزوج مزيان مع بعض حتى كنحس ان داك السكر داب ليا، بلا ما تستعملوا لا ضراب لا حتى شي حاجه. تقدروا هنا في هذه الاثناء تستخدموا المولينكس، يعني تمزجوا فيها كاع المكونات السائله وحتى الدقيق عاد باش كتحيدوا من المولينكس، كيبقى لكم الاختيار. ضفت هنايا نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للمقادير فراه غادي نخليهم لكم كما العاده مكتوبين في صندوق الوصف ان شاء الله. كيف مشوا معايا خلطت مزيان داك الزيت والسكر والبيض حتى تاكدت من انهم انسجموا ليا، وغادي نضيف واحد القبصه ديال الملح. غادي نزيد معلقه صغيره معمره مزيان من القهوه سريعه الذوبان. تقدروا تذوبوها ديجا قبل في شويه ديال الماء اولا مع شويه ديال الحليب، كيبقى لكم الاختيار. ولكن هنا راه ضفت عليها كاس ديال الحليب حتى هو ليكم درجه حراره المطبخ، وراه غير داك الحليب كافي ان ديك نيسكافي غادي تذوب وسط منه. صافي هنايا وغادي ندوز، غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فبنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر غادي تعبروا جوج ديال الكيسان ديال الدقيق. غادي نضيف لهم ما يعادل في الخماره عندي ساشي ونص ديال الخميره ديال الحلوى. كنخلط الكل جيدا حتى كيدخل ليا داك الدقيق مع المكونات كلهم. صافي ملي كنتاكد انه ما بقى عندي حتى شي تكتلات اولا شي كريات ديال الدقيق في وسط من هذا الخليط هذا، كندوز في هذه الاثناء هذه وغادي ناخذ عندي هنايا هاد شوكولات فيغميسيل. كيبقى اختياري ولكن راه كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين خصوصا مع الشكلاط. غادي ندير منه انا هنا 3 ديال المعالق كبار. كيبقى لكم الاختيار الكميه اللي بغيتو، تقدروا ديروا 2 معالق، تقدروا ديروا غير معلقه اولا تقدروا ما ديروهش بتاتا. صافي كنخلط كل شيء مزيان حتى كنتاكد ان الخليط كله منسجم عندي. هنا خديت واحد اللاطه اللي غادي ندخلها الفران ونزلت فيها هاد الليمون هادو اللي كيكونوا على هاد الشكل صغارين. ميني كيك كيجي فيهم. تقدروا ديروها كيك بالحجم كبير يعني. داكشي كيبقى اختياري، انا اختاريت انني نديرها هنا باش هكا كيجيني فيهم كيجيو بحال المول العجيب غير هما صغارين، باش كتبقى ليا فيهم ديك الخويه في الوسط وكنعمرها بالشكلاط. كيف مشوا معايا هنا خديت واحد المغرفه باش كتسهل عليا انني ننزل داك الخليط ديالي في ديال الكيك في هاد ليمون هادو. وايضا كنعبر بهم، كتكون عندي مغرفه ما عامراش كنعمر بها هكا القدر ديال كل وحده في هاد المول. صافي كنعمرهم مزيان، كندخلهم الفران اللي يكون دافي ما يكونش سخون، نكون غير دفيته وكنشعل عليه من التحت على 180 درجه. كنخليهم حتى كيطيبوا كيتنفخوا ويتحمروا من التحت عاد باش كنشعل عليهم من الفوق. هنا غادي ندوز باش نوجد معاكم صوص ديال الشكلاط اللي غادي نديرو مرافق لهاد الميني كيك. هنا خديت واحد الكميه ديال الشكلاط كيبقى اختياري شحال ما بغيتو، وضفت عليه هنا واحد نص كاس ديال الحليب اللي يكون غليان، وغادي نخليه هكا على جنب حتى كيذوب ليا داك الشكلاط مزيان. اولا تقدروا تاخذوا الحليب بارد وتكبوه على الشكلاط تدخلوه الميكرووند حتى كيذوب لكم داك الشكلاط وكتخرجوه. حاولوا تختاروا شكلاط اللي يكون نوعيه جيده، ما يكونش شكلاط مار، باش هكا كيعطيكم واحد المذاق زوين بزاف في هاد لي ميني كيك. شي شكلاط اللي يكون نوعيه جيده. صافي كيف مشوا معايا مع انا ديجا دهنت ليمون بالزبده، ف كيجيوني ساهلين انني نزول هذوك لي كيك. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو محمرين وكيجي حتى الشكل ديالهم زوين بزاف. صافي غادي نحيدهم من هاد الليمون وغادي ننزلهم على لاطه ديال الفران. هنا راه خليتهم حتى بردوا، يعني ما تخدموش بهم وهما سخان، خليو الكيك ديالكم حتى يبرد. عاد باش غادي ندوز ونضيف عليه الشكلاط. حتى الشكلاط حتى هو عندي هنا راه بدا كيبرد شويه، يعني راه دفا ما بقاش سخون. صافي باش كنزلو هكا فوق هاد الميني كيك هادو باش دغيا كيقبض فراسو وكيبرد.
صافي كنعمرهم. هنا كيبقى لكم الاختيار كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. فانا هنا وليداتي ما بغاوش غير الشوكولاط بوحدو، بغاو حتى الكراميل، ودرت ليهم في هاد الثلاثه الاخرين اللي غادي تشوفوا معايا الاخرين غادي ندير فيهم غير نسلي كراميل، حتى هو كيجي المذاق ديالهم رائع بزاف. كنزينهم هنا بواحد الحبه ديال الكركاع غير كتزيين في الوجه، كتعطي منظر وحتى المذاق ديالها كيجي زوين مواتي معاهم. صافي بالنسبه لهادوك الثلاثه الاخرين اللي كتشوفوا معايا عمرتهم بنيسلي كراميل. كيف ما قلت لكم حتى هما كيجي رائع بزاف مع المذاق ديال القهوه، جاو لذاذين وبنانين بزاف. صافي كنستمر على هاد الطريقه كنعمرهم وكنخليهم على جنب حتى كيبرد مزيان داك الشكلاط وكيقبض في راسو. فانا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو لان خصني نصور ما كانش عندي الوقت باش انني نبقى مخلياهم، فغادي نوريكم كيفاش غادي يجي الشكل ديال الكيك رغم انني ما خليتوش برد، ولكن راه كيجي رائع بزاف. غادي نزينهم حتى هما هكا بواحد الحبه ديال الكركاع من الوسط. كيف ما شفتوا معايا كيجي هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين رائعين، وحتى المذاق ديالهم ما نقولش لكم كيفاش كيجي. وغير زوج ديال البيضات ما شاء الله راه عطاتنا 9 ديال الحبات، يعني الا ضوبنا المقادير راه غادي يجيونا ما شاء الله 18 حبه. ف كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا ما خليتهمش حتى بردوا وقبض داك الشكلاط، راه كان مازال شويه سايح، ولكن كملت معكم الفيديو وغادي نوريكم كيفاش كيجي هكا الشكل ديالها. شوفوا معايا كتجي رائعه بزاف وحتى المذاق كيجي بنين بزاف. تحضروهم هكا في الكوتي ليكم ولوليداتكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ارائكم وايضا تعليقكم اللي كتهمني. نضرب لكم موعد فيديو جديد ايضا وصفات جداد، ونقول لكم في امان الله. بسلام عليكم.